هقولك كده بصراحة، اتعلم تقول لأ وهتبدأ تتحكم في حياتك. لما يجي قدامك حاجة مش في مصلحتك، قول لأ بثقة ومن غير خوف، عشان لو خفت ترفض هتسيب الناس تتحكم فيك. قول لأ في الوقت الصح، هيساعدك تتحكم في قراراتك ويقوي شخصيتك واستقلاليتك. تفتكر إن الوقت أغلى من الفلوس؟ عشان كده لازم تقدر وقتك وتستغله صح. شيل كل التطبيقات والحاجات اللي بتضيع وقتك على الفاضي. لو قضيت وقت كتير على السوشيال ميديا والألعاب اللي ما فيهاش فايدة، هتضيع وقتك. استخدم السوشيال ميديا بس في الحاجات المفيدة. لما تنظم وقتك وتبعد عن المشتتات، هتعرف قيمة وقتك الحقيقية. أغلبنا عنده عادات غلط أو بيعيش في روتين ممل. لازم تغير العادات دي بعادات كويسة تساعدك تحقق أهدافك. ثبت هدف واضح قدامك وامسكه. الإرادة هتسهل عليك الطريق. وبلاش تمسك ناس بتجرك لتحت أو تأثر عليك سلباً. دور على صحبة كويسة هتدعمك وتشجعك تبقى أفضل. الصحبة الكويسة ليها دور كبير في نجاحك، وانت تستاهل تكون دايما مع ناس تشجعك على نجاحك. وفي النهاية حياتك ملك ايدك، وانت اللي بتختار تمشي فين. لما تتعلم تقول لأ للي ملوش لازمة، هتفتح لنفسك أبواب نجاح وفرص جديدة. خلي وقتك وأهدافك أسمى أولوياتك، ودايما خليك جنب الناس اللي بتديك الدفعة لقدام. سير بخطى ثابتة وثقة في نفسك، والنجاح هيكون حليفك على طول الطريق.